مرحبا بكم. عند المقارنة بين قوتين، فإن المقارنة تعتمد على عدد أفراد الجيش والعتاد العسكري، وبالتالي يتم تصنيف الجيش في الساحة العالمية. وإذا ما تمت المقارنة بين الجيشين المغربي والجزائري، سنجد تفوق الجزائر في التصنيف. ولكن ما حقيقة هذه المقارنة؟ فهل الجيش الجزائري أقوى من الجيش المغربي؟ تابع لمعرفة الإجابة. عندما نقوم بمقارنة بين قوة الجيش، لا يمكن تحديد من الأقوى عن طريق المقارنات، بل يمكن تحديد ذلك عبر مواجهة حقيقية بين القوتين. على سبيل المثال، حرب أرمينيا وأذربيجان، فالكل كان يعترف بقوة أرمينيا على حساب أذربيجان، ولكن عندما حدث حرب مباشرة حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد فازت أذربيجان بالحرب، وذلك رجع لعدة عوامل. رغم تفوق الجيش الأرمني، فإن أذربيجان تمتلك قوة خفية لا تدخل ضمن التصنيفات، منها الحلفاء، والتي كانت تحظى بأقوى حليف في المنطقة وهي تركيا، وأيضا تمتلك أسلحة حديثة جعلت الحسابات تنقلب بعد الحرب. وهنا لا يجب الأخذ بالمقارنة التي تتم عبر خبراء عسكريين فقط، بل يجب تحديد كل الأوراق الرابحة التي يمتلكها المغرب ضد الجزائر. أولا، جهاز المخابرات. يمتلك المغرب أحد أقوى الأجهزة المخابرات في العالم، وتعمل هذه الأجهزة على تحقيق الأمن الداخلي والخارجي وكشف المؤامرات التي تجري حولها. وتعمل هذه المخابرات على كشف المخططات الإرهابية والمؤامرات داخل وخارج المملكة. على سبيل المثال، كشف المخابرات المغربية ألاعيب إسبانيا عندما أدخلت زعيم جبهة البوليزاريو إلى أراضيها. وأيضا ومنها المخابرات العسكرية التي تقوم بالعمل على كشف المخططات العسكرية التي يسعى إليها الطرف الآخر، فمعرفة خطط العدو يجعلك أقوى. ثانيا، أفراد الجيش المؤهلة. الجزائر تمتلك عددا أكبر من أفراد الجيش، نعم، ولكن ليس بمؤهلات متكاملة، وهذا ما يثبته بعض مقاطع استعراض الجيش الجزائري. وبالنسبة لأفراد الجيش المغربي، فيملك كفاءة عالية سواء في التدريب أو استخدام أحدث الأجهزة. ثالثا، التكنولوجيا الحديثة. تستعين المقارنات على حجم العتاد العسكري وتكلفة الجيش، لكن المغرب اعتمد على استراتيجية جديدة، وهي السلاح الأقل تكلفة ولكن الأكثر فعالية، ومنها الدرونات الحربية، وهي قادرة على تنفيذ مهام متعددة مثل الاستطلاع من الصعب اكتشافها من قبل الرادارات. وقد استعملها المغرب ضد البوليزاريو عندما حاول مجموعة من أفرادها التسلل عبر الجدار الرملي، فأرسلت قذائف أنهت حياتهم. وهذه المعدات العسكرية كان لها دور كبير في فوز أذربيجان، كما أن هذا النوع من الأسلحة يصعب الحصول عليها. رابعا، الحلفاء. يلعب الحلفاء دورا مهم في الحرب، فمثلا إذا اعتدت دولة على إسبانيا، فسيتدخل الاتحاد الأوروبي في الحرب، وحلف الناتو الذي يوحد عدة دول في المسألة العسكرية. أي إذا هجمت دولة على دولة الحلفاء ستجد نفسها في خطر كبير جدا، حيث سيتدخل الحلفاء في الحرب ضد العدو. وهنا نجد أن الجزائر لا تملك أي حلفاء موثوقين كروسيا التي يعتبر الحلف الوحيد عند الجزائر، والذي بدوره غير موثوق فيه. أما المغرب يمتلك عدة حلفاء، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا وإسرائيل، وأيضا يحظى بدعم من دول الخليج. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إلى اللقاء.